في اليمن هاجم مسلحون مجهولون يشتبه بارتباطهم بتنظيم القاعدة هاجموا مقر المخابرات العامة في مدينة عدن واشتبكوا مع الحراس، ما أسفر عن مقتل 13 شخصا معظمهم من رجال الأمن وجرح 12 آخرين. وتحدثت الأنباء عن تحرير نحو 10 من السجناء. مسلحون مجهولون يشنون هجوما على مقر المخابرات العامة في حي التواه في مدينة عدن ويشتبكون مع الحراس وقوى الأمن، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى. المسلحون الذين يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم القاعدة استخدموا في الهجوم قاذفات RPG ورشاشات وقنابل يدوية، حيث وقع اشتباك مع قوات الأمن وتبادل كثيف للنار استمر قرابة الساعة. الأنباء تشير إلى أن المهاجمين تمكنوا من اقتحامنا وتحرير بعض المعتقلين يقدر عددهم ب10 أشخاص، وسط أنباء متضاربة عن ارتداء المهاجمين الزي العسكري. شهود ذكروا أن المسلحين وعددا غير محدد من المعتقلين الذين تم تحريرهم شوهدوا يغادرون المكان وهم يهللون، الأمر الذي يرجح فرضية انتمائهم إلى القاعدة. السلطات الأمنية أرسلت تعزيزات عسكرية كبيرة إلى المنطقة، وشوهدت سيارات الإسعاف إضافة إلى سيارات الإطفاء تقوم بإخماد الحريق الذي اندلع في مقر الأمن بحسب مسؤول في الشرطة اليمنية، الذي أكد أن الهجوم تسبب في نشوب حريق في المبنى لكن تمت السيطرة عليه. هذا الهجوم المباغت على مبنى المخابرات العامة في عدن يأتي غداة تهديدات أطلقها تنظيم القاعدة في جزيرة العرب بالرد على الحملة الأمنية الحكومية في مأرب، حيث دعا التنظيم أبناء القبائل إلى رفع السلاح في وجه الحكومة. هذه التطورات تنبئ باحتدام المواجهات بين تنظيم القاعدة والحكومة اليمنية التي وجهت أخيرا ضربات استباقية موجعة للتنظيم في مواقع مختلفة من البلاد ضمن حملة شاملة لاجتثاثه مدعومة إقليميا ودوليا. حول هذا الموضوع معنا من صنعاء السيد سعيد الجمحي الصحفي المختص في شؤون القاعدة. سيد سعيد، إلى أي حد ترجح أنها ردت من تنظيم القاعدة في جزيرة العرب على الحملة التي تنظمها الحكومة منذ أيام قليلة ضد القاعدة؟ هجوم اليوم هو يتبع القاعدة ويحمل بصماتها، بل وتوقيعها وختمها. هذا الموقع لا يمكن أن تستهدفه إلا القاعدة، إضافة إلى أن رسائل القاعدة التي تضمنت هذا الهجوم، ودائما عمليات القاعدة تتضمن رسائل تريد أن تلقيها إلى رجال الأمن وإلى المهتمين لتقول بأننا قد غبنا عن مأرب، فها نحن نظهر في عقر دار أجهزة الأمن. منطقة عدن وبالذات منطقة التواهي منطقة مغلقة، منافذها محدودة والسيطرة عليها الأمنية كبيرة، فبالتالي هذا الظهور وهذا الهدف بالذات يدل فعلا على أن المواجهة والمخاوف من تنظيم القاعدة عادت إلى المربع الأول. طيب، تحرير عدد من المعتقلين من الموقوفين، إذا ما عرفنا هوياتهم تحديدا، هل يمكن أن نفسر أكثر؟ لأن هناك من يقول يعني لما لا يكون هناك شيء من الحراك الجنوبي، الحكومة اليمنية مستهدفة من حوثيين ومن جنوبيين ومن القاعدة، وبالتالي ما الذي يمنع أن يكون للجنوبيين طرف أو يد فيها، خصوصا عدن الساحلية في جنوب اليمن؟ من الصعب. الحراك الجنوبي لا يزال بعيدا عن مثل هذه العمليات. أيضا الحوثيون هم أكثر يعني الأطراف ممكن نستبعدها عن مثل هذا الحدث. القاعدة هي المسؤولة لا شك، وأيضا القاعدة هي من أحلامها التي تتمناها دائما منذ سنوات تحرير المعتقلين، وهذا السجن بالذات الهجوم عليه يدل أرادت القاعدة أن تستعرض عضلاتها فيه، فبالتالي إن صح أن هناك هاربين وهناك من استطاعت القاعدة أن تطلقهم، فهذا يوم له ما بعده كما يقال، فسيعد في تاريخ القاعدة نصرا كبيرا وستدندن عليه كثيرا. إلى أي حد يمكن أن نقيس قدرة التنظيم هذه المرة انطلاقا من هذه العملية؟
هذه العملية تختلف عن العمليات السابقة. ليست في صحاري مأرب، وليست صواريخ تطلق عشوائيا، وليست استهداف لسفارة على أبواب السفارات. هي نعم. إلى عقر دار أجهزة الأمن والمخابرات، وفي الصباح الباكر. أيضا جاءت بعد غياب للتنظيم، فهي ستحقق للتنظيم نجاحات كثيرة. ظهور مفاجئ ومباغت. أيضا أرادت أن تشتت انتباه الأمن، في حين أن أجهزة الأمن والقوات الأمنية كلها تتركز على الجوف ومأرب وغيرها من المناطق التي تتواجد فيها القاعدة، فهي تظهر في مكان مأهول بالسكان وفي منطقة يصعب اختراقها أمنيا مثل منطقة عدن. سيد سعيد الجمحي الصحافي المختص في شؤون القاعدة من صنعاء، شكرا جزيلا لك.